5 حالات ممكن الزوجة تفقد فيهم قايمة المنقولات الزوجية. خلينا متفقين في الأول إن قايمة المنقولات الزوجية مستحقة للزوجة في كل الأحوال، حتى لو كانت بالفعل على ذمة الزوج وما اتطلقتش منه، إلا لو اتكتب في قايمة المنقولات إن القايمة غير مستحقة إلا في حالتين: حالة الطلاق أو حالة الوفاة. طيب إيه هما الحالات دول؟ أول حاجة في حالة إن الزوجة طلبت الخلع مقابل إن هي مش عايزة منه أي حاجة وهتتنازل بما فيهم هتتنازل عن قايمة المنقولات. رقم 2، يكون فيه مستند كتابي بتقول فيه الزوجة إن هي استلمت قايمة المنقولات بتاعتها. رقم 3، إن الزوجة ترفع دعوى تبديد منقولات زوجية على الزوج، وقبل ما يتحكم فيها بيتصالحوا. وفي الحالة دي لو الزوجة ما كتبتش قايمة منقولات جديدة، في الحالة دي القايمة ضاعت عليها، علشان ما ينفعش إنك ترفع نفس القايمة مرتين. رقم 4، إن الزوجة ما يكونش لسه اتكتب كتابها واتكتبت القايمة، وفي الحالة دي مش هتستحق الزوجة قايمة المنقولات، لأن قايمة المنقولات بالفعل عندها لسه ما راحتش للزوج، فانتفى ركن التسليم. رقم 5، إن الزوجة تكون رافعة دعوى تسليم منقولات زوجية، وفي الحالة دي بيصدر لها حكم بتسليم المنقولات، بس هي ما بتنفذش الحكم خلال 3 سنين، ففي الحالة دي برضو بتسقط القايمة عنها. يا ريت نشر الفيديو على أكبر نطاق عشان لو حد عنده نفس المشكلة يقدر يستفيد ويحل مشكلته. فولو ولايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.